السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بعد هذه المقدمات الطويلة من التوطئة لمنطقية بناء الأسرة وحكمة الغرض من الأسرة ومجموعة من المفاهيم العامة التي تحيط فلسفة الأسرة ومكنوناتها ومكوناتها، والتأكيد على أن الأحكام الشرعية الواردة في شأن الأسرة ليست مجرد أحكام بترية حادة حديدية، وإنما مجموعة من الأحكام التي تريد أن تعطي هذه الهيئة الإنسانية طراوة وحلاوة وواقعية وفاعلية. تقدم منا الكلام كثير عن ما يرتبط بفلسفة الأسرة والمزاج العام في بناء الأسرة. نريد هذه الليلة أن نقف مع مجموعة من الأحكام الشرعية، ولعل أغلبها سوف يكون على نحو الاستحباب، ولكنها تدخل في هذا الإطار العام الذي قررناه من أن الأحكام الشرعية ذات مناشئ وملاكات ومصالح تهدف إليها هذه الأحكام. قد يكون بعض هذه الأحكام جديد عليكم، وبعضها طرق أسماعكم في مرات سابقة، ولكن الغرض هو أكثر من مجرد معرفة أحكام شرعية، هو فهم المزاج العام الذي يدعو له الإسلام في تشكيل الأسرة، والطبيعة العامة التي يدعو الإسلام إلى صبغ الأسرة بصبغها. نبدأ في ذكر مجموعة من الأحكام لعلها متعلقة بما يرتبط بمرحلة قبل الدخول، منذ أيام الخطبة والعقد والعلاقة الثنائية بين الزوج والزوجة، قبل مرحلة البناء كما كانوا يعبرون، بنى على زوجته يعني دخل بها، يعني بعد العرس كما يسمى في يومنا هذا. فنلاحظ أن الروايات والفتاوى الشرعية هكذا تقول: أنه يستحب في سبيل التزويج أن يعمل كل مؤمن في الجمع بين الرأسين بحلال، فيستحب لأي مؤمن أن يسعى وأن يوطئ الأرضية لأن يتقدم الشاب للشابة، وأن يقبل أهل الشابة بهذا الشاب، فيستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه، يعني في إحداث أصل الزواج بإرضاء الطرفين. إذن هذا العمل عمل محبوب وعمل مدعو له، والروايات كثيرة ولكن لا يسع المقام للإشارة إليها في الأجر والثواب في تهيئة أسباب العلاقة الزوجية. يستحب في الزواج عدة أمور، منها الإشهار والإعلام والإيلام. الإيلام يعني كما يصنع المؤمنون اليوم من مثلا أعراس وأفراح وذبائح وأطعام. طبعا الآن في ضمن مجموعة أحكام متفاعلة. عندما نقول إيلام لا يذهب أذهانكم إلى أغلب ما يعيشه الناس اليوم من سرف وترف، يراد إيلام ولكن في ضمن ما سوف يأتي من بقية أحكام مرتبطة. يستحب أن يكون إحداث علاقة الزواج ليلا أكثر سترا وأكثر عفافا. يستحب في عملية العقد الزواج
بغض النظر عن مسألة الدخول، نحن لا نزال نتكلم عن ما قبل الدخول، أن يكون كلا الطرفين على وضوء، وأن يصليا ركعتين، وأن يدعو الله بدعاء وارد، وهو أن يقول: اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. طبعا هذا الدعاء ليس فقط طلب من الله عز وجل أن يوفق وأن يسبب الصلاح، بل هو في ذاته أيضا إشارة ومدعاة إلى أن يلفت نظر الإنسان إلى النقاط المهمة التي يجب أن يسعى لها. يجب أن يسعى إلى الائتلاف والتوافق والانسجام، لا أنه الزواج ليس مجرد متعة ولذة، وإن كان هذا الباعث موجود وموقر ومحترم وله مدى وله موقعيته، ولكن يراد أن يبنى هذه العلاقة على أساس هذه المعاني التي انطوت عليها الدعاء. يستحب أيضا في إيجاد العلاقة بين الزوج والزوجة التعجيل في تزويج البنت بالخصوص. يعني الفتوى تقول هكذا، أنه يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها. وهناك روايات في هذا المقام، فقد روي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته، يعني أن تتزوج قبل أن تبلغ حد الطمث. ولعله قد يكون الواقع الاجتماعي اليوم له ملابساته الخاصة وله ظروفه الخاصة، ولعله أشرنا في بعض أحاديثنا السابقة إلى عنوان مسألة الزواج المبكر وفي تحديده، والمسألة تحتاج إلى دراسة من حيثيات اجتماعية ونفسية وبدنية أيضا، أنه في أي سنين تكون المرأة فيها قابلية الزواج والعلاقة البدنية مع الرجل. هذه أمور يجب أن تخضع للدراسة العلمية، ولكن هناك توجه عام وتوجيه عام في الدعوة إلى المسارعة في التزويج وإلى عدم تأخير التزويج. طبعا هناك روايات كثيرة في توصيف النساء التي يقترح على الرجل أن يلاحظ الخصائص المتصفة بها النساء، بل في بعض الروايات تتطرق حتى إلى شكل البدن والهيئة من السمرة، ولكنني تجاوزت هذه الروايات لأنها قد تكون أمور لها بعد خصوصية، ونعم تتفاوت هذه المعاني من ظرف إلى ظرف. ماذا أقصد بهذا المعنى؟ لعله في فترة من الفترات كان يوصف النساء بالجمال من حيث السمنة واكتظاظ اللحم مثلا، ولكن هذا باعتبار ظرف معين كان العرب يعيشون فيه حالة الجفاف والغلظة والخشونة، فالمتميزة بالجمال هي عادة تكون أميل للسمنة. الآن في ظرفنا اليوم حيث امتلأ الإنسان بالشحم واللحم، أصبحت الظرافة هي، فلاحظوا الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي يؤثر في كثير من الاصطلاحات، لذلك تجاوزت هذه الروايات التي تشير إلى هذه الجهة، وإنما اخترت رواية تشير إلى أبعاد أكثر ضرورية ومركزية. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير نسائكم الولود الودود. طبعا سوف تقولون أنه كيف نعرف أنها ولود قبل الزواج، أو أنه الإنسان يتزوج امرأة قد جربت الولادة؟ لا، القضية أنه تريد أن توصف الواقع، لا أنها تدعوك فقط للاختيار. يعني أن تختار المرأة التي يتوقع منها أن تكون ولودا، أن تكون ودودة عفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها. طبعا هذه المعنى قد يقال أنه العزيزة في أهلها الذليلة في بعلها، لعله أشرت في مرة سابقة أنه لا يراد بالذلة هنا المهانة والضعة، لا يراد من المؤمنة أن تكون وضيعة ذليلة تقبل
الصغار وحقائر الأمور. إذن كيف نفهم معنى الذليلة في هذه الرواية؟ الذليلة شبيه بقوله عز وجل في وصف عموم المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا الوصف بمعنى أنه لين طيع هش. العزة يعني الأنفة والعنف والقوة والخشونة. الآن هذه العزة التي وصف بها عموم المؤمنين تتصف بها المرأة بما أنها فرد من أفراد المؤمنين، ولكن في هذه الذلة الإيمانية فيها عزة في بيت زوجها، في بيت أهلها. هي عزيزة في عين كونها ذليلة، يعني هي مؤمنة فهي ذليلة مع عموم المؤمنين. أهلها أبوها أخوانها مؤمنون فهي ذليلة في معهم. هذه الذلة تجامع العزة، يعني تتفق وتجتمع مع العزة، صحيح؟ ويراد ذلة في بيت بعلها مضاعفة على ذلة المؤمن للمؤمن، يعني أن تكون الزوجة في غاية اللين والسهولة والمرونة، بل أنها يمكن كل هذه العبائر لا تدل على المطلوب من الصفة المطلوبة، وإنما ما يدل عليه هو أن تكون ذليلة شبيهة بالمهانة المستسلمة تماما. في بيت الزوج تحتاج المرأة إلى هذه الصفة، أن تكون بهذه المثابة. المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره، يعني إذا اختلى بها زوجها، ذكرت لكم أن هذه الصفات تحتاج إلى تكامل. ليس التبرج هو التبذل كما يتبذل الرجل، وأن التبرج هذا بعد هذا المعنى تتفنن فيه الأنثى بفنونها الخاصة. المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره. طبعا هذا قد يقال فيه نوع من الإطلاق، والروايات كثيرة في أمر الزوجة بإطاعة أمر الزوج. هل نفهم من هذا أن تكون المرأة سلسة الانقياد في الخير والشر؟ واضح أنه لا يراد هذا المعنى. لو كان الزوج داعيا إلى الباطل لا تطيع أمره، بل أنه الفقهاء الذين يبحثون عن الروايات ويمحصونها تمحيصا دقيقا يقولون إنما ثبت إطاعة أمره في موضوع الفراش والخروج من المنزل فقط لا غير. نحن لا نريد أن نعيش جو الفقاهة الصارم، ولكن لا نريد أن ننساب مع إطلاق الروايات من غير وعي واستيعاب. يراد بالطاعة وسماع الأمر نفس تأكيد لمعنى الذلة، يعني أن تكون هشة، أن تكون طيعة، أن تكون مرنة، أن تكون منسجمة. وإذا خلا بها نعم بذلت له ما يريد منها. واضح المعنى والدلالة، ما يريده منها تسارع في بذل ما يريده لها منها. ولم تتبذل كتبذل الرجال، لأن هذا يتنافى مع عفة المرأة وحياءها. والعفة لاحظوا أخواني، العفة تتوافق مع التبذل. عندما نقول امرأة متبذلة مع زوجها، لا تبذل قلة الحياء، لا تبذل ما يصنعه الرجال من إقدام وجرأة، وإنما تبذل يتوافق مع العفة والرقة، وهذا أجمل وأمتع وأبهى في شأن المرأة. ثم في وصف الرسول صلى الله عليه وقال: ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ يعني مقابل هذه الصفات الإيجابية هناك نساء تتصف بصفات سلبية. الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها. هنا انتكست الحالة. في بيت زوجها تشعر أنها أصبحت هي ربة البيت، خلاف بيت أبيه والدها. في بيت والدها ليس لها كلمة، شأنها فيه نوع من القلة، كلمتها ليست مسموعة. فتخرج من بيت زوجها، فتخرج من بيت أهلها، تذهب إلى بيت الزوج، تريد أن تبرز ذاتياتها. طبعا هنا يجب أن نفهم طبيعة الإنسان واحتياجاته. كرامة الإنسان وشرفه ورفعته يجب أن يتناغم مع احتياجاته واحتياجات البيئة التي يعيشها.
ليس معنى أن تكون المرأة ذليلة في بيت زوجها أنها مهانة، نؤكد هذا المعنى. كما أنه ليس يجب أن لا يتوهمنا المؤمنات أن معنى أن المرأة يجب أن تكون شريكة في قيادة المنزل، وأن تكون هي شريكة الزوج في تدبير المنزل، أنها تدخل معه في منافسة ومماحكة. وإنما يجب أن تشعر الزوج أبدا بأنه مطاع، وأنه الوضع سلس والأمور هشة. ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم والحقود، التي لا تدرع من قبيح، يعني لا تتستر عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه، نفس عكس المواصفات السابقة. إذا الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره. إذن مجموع هذه الروايات تريد أن تعطي انطباع عام لتركيبة الأسرة السعيدة. وهنا أريد أن أقف عند هذا المعنى. لماذا لم نتحدث عن أخلاق الرجال وصفات الرجال وكيف يشكلون الأسرة القويمة؟ هنا أريد أن، إذا يسمح لي الأخوة الرجال، أن أظهر بمظهر أنني في صف النساء. المرأة هي التي تصنع البيئة، وكررت هذا الكلام، هذا لا أقوله جديد. المرأة هي التي تخلق الجو العام. المرأة هي التي تكيف المنزل، لعله لفظة التكييف قريب. لاحظوا أنه في الشتاء أنت تريد أن تكيف المنزل، ما تشغل البارد، تشغل الحار لكي تعتدل المزاج العام. في الشتاء، في الصيف، تشغل ما يعطي الدفء والحرارة في المزاج العام. المرأة هي لينة هشة وطيعة، فيها نحو من المطاطية، ومن هنا يكون عندها القدرة على أن تخلق الجو العام. هي أشبه ما تكون بالسائل العام الذي أشرنا في مرة سابقة بهذا المثال، التي تذيب مكنونات الأسرة في تركيبة مشتركة. أنت عندما تريد أن تصنع شرابا مثلا عصير، تحتاج إلى ماء في الأول، وماء فيه خصوصية أنه قادر على إذابة السكر وبقية المكونات لخلق الهيئة العامة. هي قد تكون ضعيفة، قد لا تكون، ولكن عندها خصائصها، عندها قدراتها. المرأة لها أوضاعها الخاصة. هذه الكيفية العامة هي من صنع المرأة، هي التي تخلق الجو العام، هي التي تستطيع أن تجعل من المنزل مليء بالهدوء والسكينة والوقار والألفة. وهي المرأة تستطيع أن تجعل من المنزل متكلس متجهم، وذلك بهذه الصفات، بصفات المرونة والملاينة والمسايسة والطاعة. قد يبدو للرجل أن هذا معاني متعارضة، عادة الذي يصنع هو الذي يبت ويقطع، ولكن من خصوصية المرأة أنها تغالب، ولكن بالاستسلام تغالب، شبيهة بعبارة ما ورد في دعاء كميل: سلاحه البكاء. المرأة سلاحها البكاء. البكاء ليس سلاحا، البكاء ليس فعلا، بل سلب فعلا. البكاء استسلام، ولكن هذا نحو سلاح وآلة ومكنة تستطيع من خلالها هذه الطاعة، هذه الانقياد، هذا الاستسلام، هذا الاسترسال مع مزاج الزوج. وطبعا كل إنسان يمثل مزاجا خاصا. الطريق إلى الله بعدد نفوس البشر، مثل ما أن كل إنسان له شفرة وراثية، هذه الشفرة الوراثية بدنيا تعطيه لونا خاصا وطولا خاصا، وكذلك له معادلته الخاصة في تركيبته الروحية. المرأة هي القادرة، يفترض أن تكون قادرة على تذويب هذا الموجود في ضمن هذه التشكيلة العامة. طبعا من المستحبات أيضا أنه يستحب تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر، وهذا لعله من المستحبات المهجورة اليوم. كلما كان المهر أقل وكلما كانت ملابسات الزواج، يعني المستحب
ليس في تقليل المهر فقط، وإنما في تخفيف مؤونة التزويج، أن لا تكون هناك مقدمات معقدة مكلفة، لأن هذه كلها سوف تدخل في تهيئة الأرضية التي سوف يدخلها الزوجان وليس الزوج. نعم قد يكون النفقة من الزوج، ولكن التوتر العصبي والشد العصبي والبناء المالي كله سوف يكون له تأثير على أصل تهيئة الوضع العام. هناك نساء يكره التزويج بهن، ولكن قد يكون قليل منها محل ابتلاء فعلا. عناوين مثلا: يكره للرجل أن يتزوج قابلته، قابلته يعني التي ولدته، التي أشرفت على ولادة أمه. يكره للإنسان أن يتزوج ابنة القابلة أيضا، قد يكون الملاك في هذه الأمور غير واضح. يكره للرجل أن يتزوج ضرة أمه، قد يكون هذا العنوان مبهم، يعني شلون يصير ضرة أمه؟ إذا ضرة أمه يعني تزوجها أبوه، لا، أن تكون ضرة أمه مع زوج آخر. يعني يفترض أن أمه كانت عند زوج، قلت لكم هذه مسألة قد لا يكون لها مصداق واقعي، أن تكون أمه متزوجة من رجل قبل أبيه، وهذا الرجل تزوج، يعني هذا الرجل تزوج امرأتين، واحدة منهم أمه، ثم مات عن هاتين المرأتين، فأمه تزوجها أبوه، أو أنه كانت أمه متزوجة من قبل وجاء هو بن زوج بالنتيجة، فلما جاء تلك المرأة في يوم ما كانت في عرض أمه وضرة لها فيتزوج منها. لعله هذا يمكن أن يستشف أو يخمن الملاك فيه، أنه كما سوف نشير إن شاء الله في النقطة الأخيرة عندما نتكلم عن توجيهات ونصائح في العلاقة بين الأم والزوجة. طبعا بالمقابل، كما أن هناك أحكام شرعية مرتبطة وناصحة للإنسان كيف يختار من الزوجات، هناك أيضا روايات وفتاوى أيضا تنصح المرأة لمن تتزوج، فيكره تزويج السيء الخلق أو الفاسق أو شارب الخمر. هناك أيضا موارد يكره الزواج منها، ولكن محل اختلاف عند الفقهاء، مثل الأكراد والزنج والأعراب. الأعراب يعني البدات، ولعله هذا واضح المعنى، أنه غالبا ما يكونون خشنين غليظين غير منضبطين أدبيا. النقطة الثانية التي يحسن الكلام فيها هو أحكام شرعية مرتبطة بليلة الدخول وملابسات الدخول. طبعا من أول الأحكام الشرعية المستحبة للدخول، وطبعا هذا ليس خاص بالليلة الأولى، وإن كان لليلة الأولى خصوصية، الوضوء والدعاء، أن يدعو الله بأن يرزقه نعم الذرية الصالحة، وأن كما ورد أنه إذا دخلت بأهلك. لاحظوا أخواني الآن، أخواتي لاحظوا، سوف أقرأ نص الرواية لعله تثير عندكم بعض الانطباعات المعينة. الوارد عنهم عليهم السلام أنه إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، فخذ بناصيتها واستقبل القبلة، يعني توجه للقبلة، وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإذا قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا نقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصبا. اللهم ارزقني ولدا واجعله نقيا مباركا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير. قبل أن أعلق على هذه الرواية سوف أذكر لكم أنه من المستحبات أيضا في هذه الليلة أن نعم صلوا على محمد وآل محمد. محمد
يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى آخرها. لعله كانوا سابقا يقومون بهذه العملية، بل لعله يطلقون عليها أسماء معينة. وهذه الأمور ليست أمور عفوية، وليست مجرد حركات اعتباطية، بل أمور يراد أن تكون ترميزا. الآن لعله في بعض الملل يشتهر عندهم أنه في الليلة الأولى يدخل معه قطة ويقطع رأسها، أو بعضهم مثلا يقوم بعمليات فيها رجولة وخشونة ويقولون الرمح من أول ركزة، وهذه آداب وأعراف فاسدة تقابلها هذه الأعراف. أن يقوم الزوج بأن يغسل قدمي زوجته. لعله سمعنا برواية عن عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال لحواريه: لي عندكم حاجة، فقال له: نقضها يا أيها الطاهر يا ابن البتول. فقال: اجلسوا، وأخذ ماء وغسل أقدامهم. فقالوا له: نحن أولى بأن نقوم بهذا العمل. فقال لهم: أنا أقوم بهذا العمل لتقوموا أنتم به. هذه العلاقة التي تبدأ بأن يغسل الرجل قدمي زوجته، ليس يغسل قدمي أن يخلع خفها، هو يمارس عملية الخلع. قد تقولون أن هذا مضر، هذا قطع رأس القطة أفود، ولكن واقعا العلاقة الزوجية ليست علاقة خشونة وغلظة وغلبة بدنية. هذه العلاقة تبنى على التواد والمحبة وصدق المشاعر والإحساس الصادق بأنك أنت، لاحظوا، أنت من جهة كما قلت لكم تأخذ بناصيتها. الأخذ بالناصية فيه كأنما تأخذ من ناصية إلى القدمين. أنت رب المنزل، أنت مسؤول عن الهداية والرشاد والصلاح، ولكن في نفس الوقت هذا ليس تشريفا مطلقا، وهذا ليس إطلاق العنان في أن تغالب، وأن كما يتصور كثير من الرجال أنهم هم أهل بسط اليد، بعد منهم النفقة وبيدهم الطلاق. أين نأخذ هذه الحركات اللطيفة الظريفة التي تريد أن تخلق هذه العلاقة الوثيقة بين الزوج والزوجة والمباشرة، وإنما تحتاج إلى حالة من اللطف، كما هو شأن المرأة بشكل عام. يجب أن تمتص المشاكل امتصاصا لطيفا. ولعله قصة الإمام الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الكبير السن الذي لا يحسن الوضوء، لم يأتي الإمام الحسن والحسين ليقول له: أنت لا تحسن الوضوء، وإنما ذهب إليه وقالوا له: أطفال صغار لا يحسن منهم أن يقولوا لرجل كبير: أنت لا تحسن الوضوء، وإنما قال له أنه نريد منك أن تحكم أينا أحسن وضوءا. فذهب وتوضأ وكل منهما أحسن وضوءا منه. ففهم العبرة وعرف الغرض ووصل إلى النتيجة بألطف سبيل. المرأة، وهذه ليست في خصوص هذه المسألة، عندما تريد أن تعالج شأن من شؤون المنزل، نقص من نقصات الزوج، والزوج لا يخلو من نقص، لا يتصور أحد أن هناك زوج كامل تام. عندما تريدين أختي المؤمنة أن تعالجي شأن من شؤون الزوج، أولا يجب أن تتجردي من مشاعرك الذاتية، وأن لا تنطلقي في معالجة هذه القضية من حيث أنه هو يؤذيك أنت، وكثير من الذنوب تؤذي الزوجة بلا شك، ولكن يجب أن تتجردي من هذا المؤثر. والنقطة الثانية أن تحسني الدخول في إزالة هذا الأمر. لا تباشري المشكلة وتشعريه بالمهانة وأنك كشفتي له سرا وأنك وصلت إلى فضيحته، لأن هذا أول ما يحدث، وهذا طبع خاطئ في الإنسان ولكنه مرض شائع. أول ما يحدث في الإنسان هو أنه يتكلس ويصبح عنده تمنع من قبول النصح وقبول التغيير، بينما العلاج الصح هو أن تحسن
الملاطفة وتتغافل، تتغافل إلى حد أنها كأنها فعلا غافلة، وتحدث البديل أنه تبرز له ألوان من الجمال وتتفنن في الإبداع، وهي قديرة على هذه الجهة. والعملية في التفاعل بين الزوج والزوجة في التكامل عملية شاقة، ولذا أنا أكرر هذا المعنى، وبالخصوص بالنسبة لأخواتي المؤمنات أن حسن التبعل جهاد، ولا يتصور أحد كون أنه حسن التبعل هو عملية بسيطة. جهاد يحتاج منكم إلى معاناة وصبر ومواجهة الصعوبات، وهذا هو نعم الطريق إلى الترقي والتكامل. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.